هذه الهيئة التي أخذت الكثير من حجمها وأكلت اليابس والأخضر بخصوص استقدام اللاعبين، وكانت تجلب اللاعبين للمنتخبات الوطنية الشبانية من فرنسا. قلت يا اخي تكلمنا عليها وقلت لك كاين ولا اللي يقول باباه ومن بعد لا جدو خلينا ولاد فيلم هذا ولا فيلم يعني الاب هو اللي يختار. بيان سور الاب اللي يختار، الولد يختار كي يولي ماجور كبير وماشي ماجور في يفوت 18 ولا 18 19 نو يولي ميور لا وبابا يقعد توجور بري دو لوي باسكو يقول بابا هو اللي سفره معاه، هو كبرو هو كلش هو متبعو في لا كارير ديالو. اللعاب عاود هذاك بوعدي راهم يقولوا بلا بغى يلعب مع المغرب وعطى الموافقه ديالو باش يلعب مع المغرب، وهذا راه شرف ليه لانه غادي يلعب مع فريق كبير ومدرسه كبيره ومنتخب كبير ويشرف في كاس العالم وفرحانين به وعادي، لانه المغرب وقف راكم فاهمين وقف لهم من هنا. المغرب اليوم كسب كل شيء دبلوماسيا ما شاء الله عليهم. عندك ما شاء الله مواهب كبيره ومنتخب يعني قادر يدي لا كوب دافريك وقادر يلعب الادوار الطلائعيه في لا كوب دو موند، قادر يمشي بعيد في لا كوب دو موند، يمشي على انه عنده مستوى عالي سيرتو فرديا ولا تكتيكيا ولا هجوميا. نتمنوا الخير للمنتخب المغربي، نتمنوا ان شاء الله لا كوب دافريك يديوها ويستاهلوها على المجهودات اللي راهم يديروهم لا من طرف القجع والجامعه وتقاتل على هاد لا كوب دافريك ماشي سهله. اللي عندهم منتخب عاود عندهم منتخب كبير، يعني نهضروا الحقيقه ما نبقاوش نهضروا بالعاطفه، منتخب كبير بصراحه تقال، يبان لك الفرق كبير، يبان لك لعابه يعني في مستوى عالي، يبان لك تغييرات في المراكز، يعني حاجه كبيره. يستعدوا لكاس افريقيا اللي غتنظم في المغرب في 2025 في الصيف ديال 2025. نتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق لانه بطوله غادي تكون ان شاء الله يمكن في ملاعب جديده. هذه الهيئه التي أخذت الكثير من حجمها وأكلت اليابس والأخضر بخصوص استقدام اللاعبين، تجلب اللاعبين للمنتخبات الوطنية الشبانية من فرنسا. العملية كانت مخصصة وممنهجة بطريقة يعني بيان ستركتوري، بدليل أنه لما نشوفوا هنا انتقاء اللاعبين شكون جابها، شكون اللي نصبها وكيفاش هم يعملوا. علاه نقول لك اليوم عندنا لاعبين قدامى في اوروبا، عندنا لاعبين قدامى كبار. على سبيل المثال نقول لك نعطيك ريكروتور اللي هو ريكروتي اللي هو اوجاني برك اتصل بيرا فيدراسيون شريف وجاني اتصل بيرا هو ريكروتور تاع نادي لونس هو يلعب في الدوري الاول. تري بون سونتر دو فورماسيون. يعني كاين الجزائريين اللي مدوا للجزائر وحابين يعني اتصل بهم برك يحوس لك على اللاعبين بدون مقابل رضوانه. مي جوسكا كون نقعدوا جزائريين تاع هنا سكوند زون، علاه ما نخيروش منا كالكو زونسيان انترناسيونال يعرفوا كرة واللي عندهم النيف على البلاد هذه هما يروحوا لتم يشوفوا، وعلاه هما اللي يشوفوا مليح. بوركوا؟ علاه منا ما كاش اللي يشوف، منا ما كاش اونترينور، منا ما كاش مسؤول كونسيي في الفوتبول، منا ما يكونش ديريكتور سبورتيف في القمه، منا ما يكونش في اسامبلي جينيرال، منا ما يكونش في البيرو اكزيكوتيف، منا ما يكونش يجيب لك من لوكسمبورغ ولا يجيب لك من فرساي من مين حبيت راهم كومسا يخدموا الله يسهل عليهم. انا الواحد لا يخدم ولا يدبر راسو يجيب لي حب جوار ما عمره ما لعب فوتبول يجيبو سي با هذاك ما يهمنيش. انا يهمني انا التخطيط تاعي على كرة القدم، انا اللي نباليزي لي شون تاعي، واحد ما يدخل لهنا هذه ساجي دو لالجيري يا ناس. يا اخي تكلمنا عليها وقلت لك كاين ولا اللي يقول باباه ومن بعد لا جدو خلينا ولاد فيلم هذا ولا فيلم يعني الاب هو اللي يختار. بيان سور الاب اللي يختار، الولد يختار كي يولي ماجور كبير وماشي ماجور في يفوت 18 ولا 19 نو يولي ميور لا وبابا يقعد توجور بري دو لوي باسكو يقول بابا هو اللي سفره معاه، هو كبرو هو كلش هو متبعو في لا كارير ديالو. دونك سي با لوي سي لو بير كي ديسيد. مالكم فاضحين راسكم وباقي خليو الانسان يمشي يخدم، خدموا الكره في البلاد لانه المنتخبات الشبانيه اللي راه تبهدل، المنتخب الاوديسات اللي خسر، المنتخب الاوفا هو غادي يخرج الي روتور. وريونا حنا تيديكم في البطوله،
ما تجيش انايا تقول لي البطوله المغربيه راه قويه، المنتخبات المغربيه الشبانيه قويه، المنتخب الكبير قوي ما شاء الله، عندهم ديناميه، خدامين، عندهم احسن مركز في العالم، مركز محمد السادس. الناس تخدم في الواقع ماشي في المواقع، ماشي لا كافيه اللي غتعطيك بابا، ماشي لا كافيه اللي غتعطيك الخبز. ما تجيوش تبلبلوا علينا دوك وتكذبوا الناس وحنا ومؤامره وانت ما شحال دافع كيما نتوما دوك تقولوا المغرب يخلص، المغرب يدير رشوه. الدبلوماسيه واش من دبلوماسيه، واش من الريح، واش من ما نعرفوش. نتوما هدمتوا كل شيء. ما شوف من 2017 رواح ما كان والو. ما تجيش تقول لي اليوم غادي نقلعوا ونديروا، ما دير لانه سي تروطار. هذا هو الواقع. بصح انا نبغي نشوف كرة القدم، نشوف المنتخبات المحليه والشبانيه قويه، نشوف هذاك الشيء في ارض الواقع. علاش هما في هذه البلدان تاعهم ما يقبلوش هذا الشيء؟ صافي الدنيا كالك شوز اللي راهي تندار باش تحطم الكره الجزائر، باش تتندفن، باش نتوما ولادكم يقعدوا مغمومين ما ينجحوش، بصح من هي يجيو والو لهي. أيوب بوعدي يختار رسميا المغرب انتصار جديد لأسود الأطلس. في خطوة حاسمة اختار اللاعب الشاب لنادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي تمثيل المنتخب المغربي بدلا من فرنسا رغم الضغوطات التي مارسها الاتحاد الفرنسي عليه. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نجحت في استخراج بطاقة التعريف الوطنية الخاصة باللاعب، وتعمل الآن على استكمال إجراءات حصوله على جواز سفر مغربي. بهذا القرار يتجه صاحب 17 سنة بوعدي نحو تغيير جنسيته الرياضية رسميا ليلتحق بصفوف أسود الأطلس. اختيار بوعدي يعكس جاذبية المشروع الرياضي المغربي الذي أصبح قبلة للمواهب ذات الأصول المغربية حول العالم. أسود الأطلس مستمرون في بناء فريق قوي للمستقبل، وبوعدي سيكون إضافة كبيرة لمغامرات المنتخب المغربي القادمة في بطولة كأس إفريقيا بالمغرب وكأس العالم. اكتبوا لنا رأيكم من خلال التعليقات